أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وكان الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة. بدوره أكد ملك المغرب محمد السادس خبر اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030. وأضاف في بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة. وتابع: بهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن تهانئه للمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في 3 قارات و6 دول. وذكر الفيفا في بيان: وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد الذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030، وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة.